تحية طيبة مشاهدينا الكرام. ألم تفضح الثورات العلمانيين العرب وتكشف زيفهم ونفاقهم وفاشيتهم وعداءهم للديمقراطية؟ ألم يقدموا أنفسهم على أنهم تنويريون وتقدميون وديمقراطيون منذ عقود، فإذ بهم مجرد جوقة من الفاسدين الطائفيين المتطرفين الإقصائيين الانقلابيين؟ لماذا عندما جرت انتخابات حرة لأول مرة في التاريخ العربي الحديث انقلبوا على الفائزين وراحوا يمارسون أسوأ أنواع التحريض وحتى العنف الرخيص ضد نظرائهم الإسلاميين؟ ألا يحاولون الانقلاب على رئيس منتخب في مصر؟ ألا يلجؤون إلى أحقر الأساليب لإسقاط حكومة النهضة المنتخبة ديمقراطيا في تونس؟ ألم يصدعوا رؤوسنا بالديمقراطية؟ وعندما اختارت الشعوب غيرهم راحوا يتهمون الشعوب بالجهل والتخلف؟ هل نستورد لهم أو نفصل لهم شعوبا على مقاساتهم؟ أليس حريا بالعلمانيين احترام خيارات الشعوب حتى لو اختارت حزب الشنكليشي الحنكليشي؟ أليس العلمانيون العرب مجرد أذيال وفلول مفضوحة للطواغيت الساقطين والمتساقطين؟